النهاردة بنغوص في مصادر بتتكلم عن أداة جديدة من جوجل اسمها نوتبوك LM. المصادر بتقول إنها مش مجرد برنامج ملخصات عادي، دي أشبه بمساعد بحث شخصي كده. بالظبط. المصادر اللي معانا بتوضح إن قوتها مش بس في التلخيص، يعني في جوانب تانية مهمة. زي إيه مثلا؟ يعني طريقة تعاملها مع المعلومات نفسها، المصادر اللي بتعتمد عليها يمكن ده اللي بيخليها مختلفة شوية. أنا لفت نظري قوي في المصادر دي حتة إنها بتتعامل مع لغات كتير، قالوا أكتر من 50 لغة. دي نقطة قوية فعلا. دي لوحدها تبدو ميزة كبيرة، بس الأهم بقى واللي بيتردد كتير هو موضوع الشفافية. الواحد بصراحة بقى يقلق من حتة إن ال AI ممكن يألف كلام. إيه قصة الشفافية دي في نوتبوك LM؟ نقطة ممتازة دي. الشفافية هنا معناها إن الأداة مش بتقول معلومة كده وخلاص، كل جملة أو فكرة بتستخلصها بتربطها مباشرة بالجزء اللي جابته منه في المستند الأصلي بتاعك، زي ما يكون معاكي مساعد بيجهز لك ملخص. هايل. النهاردة هنتكلم عن نوتبوك LM من جوجل. الأداة دي بتعمل أكتر من حاجة، بتلخص وتحلل أي نوع من أنواع المحتوى بشكل ذكي وسريع، وبتعملهولك برودكاست بين شخصين بيتكلموا. تعالوا نجرب مع بعض. هندوس على تراي نوتبوك LM وهنعمل create new. هو هنا بيقول لي add sources، يعني هو ايه المصدر بتاعك. ممكن ترفع ملف من الجهاز عندك. supported files هو بيتعامل مع PDF مع التكست. المارك داون تكون انت منظمه زي ما انت عايز. ملفات الاوديو والMP3 تمام جدا. جوجل درايف طبعا، دوكيومنتيشن والسلايدز، لينكات ويب سايت او يوتيوب، او ملفات تكست تبقى انت واخد كوبي بيست. في حاجة هنا اسمها source limit، هو بيتعامل مع 50 مصدر في نفس الوقت. يعني ممكن تديله فيديوهات يوتيوب بتتكلم عن نفس الحاجة وهو يحلل ويجيب لك الزتونة زي ما بيقولوا كده. طب تعالوا نجرب مع بعض اليوتيوب مثلا. انا في فيلم مستنيه اسمه باليرينا، هنقول له مثلا انا عايز تحليل للفيديو ده. هنشوف هو هيعمل ايه. هو بالفعل عرف ان ده اعلان كذا وكتب سكريبت من عنده. احنا هنا بنتعامل مع جيميناي 2.0. فلو في حاجة هنا انت عايز تعرفها من الاعلان نفسه او سؤال معين او حاجة تركز عليها، تقدر تقوله اللي انت عايزه. تمام. طيب انت عايز الملخص الاعلان، لو انت عايز تسمعه بالصوت برودكاست بين شخصين بيتكلموا، هندوس على جنريت من هنا. هو بيقعد مثلا 5 دقايق 10 دقايق في الرينج ده. بعد ما الموقع عمل جنريت، تعالوا نسمع مع بعض كده. أهلا بيكم. النهاردة بنغوص كده في كام سطر حوار من إعلان فيلم باليرينا. اهلا بيكي. الفيلم ده شكله فعلا ليه علاقة بعالم جون ويك. بالظبط. المصادر اللي معانا هي يدوب الجمل دي. كيمورا دي بتختار يا تبقى حامية يا منتقمة. لو فكرنا في اسم إيف ورمزية المعرفة والعواقب والاختيارات، النتيجة مذهلة بجد. أول مرة أشوف ذكاء اصطناعي بيتكلم like human زي البشر بجد. بيعمل أصوات البشر بتعملها وهي بتتكلم، conversation بين اتنين. الأصوات واقعية جدا، وفكرة المحادثة بين اتنين. تعالوا نضيف مع بعض سورس جديد. بس قبل ما نضيف الانجليش بيبقى الديفولت لانجوج، فلو عايزين اللغة العربية هي الأولى هنيجي على setting وهنيجي على output language وهنختار اللغة اللي احنا عايزينها من هنا. اوكي، انا طبعا هعمل اللغة العربية، هعمل سيف زي ما هو واضيف مصدر جديد. ممكن تضيف مقال جوه ويب سايت وهو يبقى عارف انت بتتكلم عن ايه المصدر بتاعك، وممكن تديله ويب سايت كامل هو يحلله. تعالوا نجرب ده مثلا. انا عندي موقع اسمه دليل الزقازيق، عايز اعرف هو يعمل ايه. هنعمل insert. بالفعل هو جاب description عن الموقع وايه اللي بيقدمه وايه الكاتيجوريز اللي عندي في الويب سايت. كله تمام جدا. طيب انا عايز اتكلم عن حاجة معينة مثلا.
هنا بتعامل مع جيميناي، فهو ذكي جدا زي شات جي بي تي بالظبط. اللي بالفعل المعلومات اللي بيوفرها لكل نشاط، وجاب لي تفاصيل من جوه الويب سايت بالفعل. اوكي، طب احنا ممكن نعمل جنريت. نسمع مع بعض كده بعد الجنريت. أهلا بيكم. النهاردة هنبص بتمعن أكتر في المصادر اللي وصلت لنا بخصوص دليل الزقازيق. واضح إن في تفاصيل كتير، ومهمتنا إننا يعني نستخلص إيه الأفكار الأساسية وإزاي ممكن تكون مفيدة للي مهتم بالمدينة دي. طب الأمثلة دي اللي جاية من المصادر نفسها متجدد بيغطي جوانب كتير قوي من بيانات الاتصال والمواقع. هو بمعنى أصح شرح كل حاجة في الموقع، والأداة دي لو استغلت صح تنفع في الإعلانات بطريقة حلوة جدا. تعالوا نضيف حاجة جديدة تانية خالص. هنديله مقدمة حول السيكولوجية التأثيرية الجديدة. ماشي، فن الإقناع واللاوعي ونماذج طيب لو أنا عايز أتكلم أنا هنا قلت له أنا عايز شرح للفهرس، هو بالفعل عمل كده. في حاجة هنا اسمها كاستمايز، بيقول لي ايه اللي ممكن اركز عليه. انا كده ركزت الكونفرزيشن هتبقى على ايه بالظبط. بعد ما عمل جنريت تعالوا نسمع كده. اهلا بيكم معانا. النهارده بنستعرض كتاب مهم، فن الاقناع لهاري ميلز. الكتاب ده سمعت عنه كتير. عنوانه الفرعي كمان معبر جدا، كيف تسترعب. هو نفذ المطلوب منه بالظبط، عارف هو بيتكلم في ايه. طب ندخل على الفهرس بقى ونشوف الكتاب متقسم ازاي. تمام، يعني الهدف هو التكيف مع الطرف اللي قدامنا، وده يمكن يربطنا بالفصلين اللي بعد كده، الرابع والخامس. مش كله منطق، لا ده في جانب نفسي وحسي مهم جدا. صح. وبعدين وفي حاجة كمان أخيرة، لو انت مش عندك مصادر وعايز تتكلم عن موضوع معين في حد ذاته، تقدر تقوله هو يجيب لك المصادر. هو بالفعل جاب من ويكيبيديا ومن عربية ومن كذا ويب سايت. هنعمل امبورت، لخص حياة ايلون ماسك في الشركات بتاعته سبيس اكس وكل حاجة عن استكشاف الفضاء وكل حاجة والسيارات الطاقة المتجددة. بالفعل هو لخص كل حاجة وهيعمل لي برودكاست بيتكلم عن ايلون ماسك. فاحنا هنا بنتكلم عن أداة قوية جدا جدا جدا. طيب حاجة أخيرة، وأنا آسف جدا إن أنا طولت في الحلقة، بس كلها فعلا معلومات مهمة. أول حلقة الانترو أنا عملتها إزاي؟ هو المشهد الأساسي، ودي أنا هشرحها الحلقة الجاية إن شاء الله. وفي حاجة كمان، الموسيقى اللي أنا استخدمتها في الباك جراوند بتاع البرودكاست اللي عاملها بالفعل ميوزك اف اكس من جوجل برضو. تمام. تحريك الشخصيات موقع دريمنا، اللبس سينك. وطبعا الموقعين لازم تشغل VPN اللي انا شرحته في الحلقة اللي فاتت.